عندما تفوز فأنت فرنسي، وعندما تخسر فأنت مجرد قرد أفريقي. تعرض لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم لحملة عنصرية كبيرة، خاصة اللاعبين ذوي الأصول الأفريقية، وذلك بعد خسارة المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية من كأس العالم أمام المنتخب الأرجنتيني، ما دفع ببعض اللاعبين الفرنسيين لغلق ميزة التعليقات في الإنستغرام، وخاصة اللاعبين الذين أضاعوا ضربات الجزاء، حيث تم نعتهم بالقردة والأفارقة والعبيد، وقد وصل الأمر ببعضهم للمطالبة بترحيلهم. وفي الجانب الآخر، قام العديد من الأشخاص بدعم اللاعبين في مواجهة الحملة العنصرية، من بينهم نادي بايرن ميونخ الألماني الذي يلعب له اللاعب الفرنسي كينغسلي كومان، نشر بيانا أعرب فيه عن رفضه للحملة العنصرية. اللاعب الوحيد الذي نجا من هذه الحملة العنصرية رغم أصوله الأفريقية هو اللاعب كيليان مبابي، وذلك بسبب أنه كان صاحب الأهداف الثلاثة للمنتخب الفرنسي. العنصرية على اللاعبين الأفارقة في أوروبا أصبحت أمرا معتادا، حيث بعد كل هزيمة تتلقاها المنتخبات الأوروبية تلقي باللوم على اللاعبين الأفارقة،